السلام عليكم متتبعين الأعزاء، أهلا وسهلا، كنرحب بكم في فيديو جديد. وكنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وبكل ما كتمناو في حياتكم إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم الطريقة الناجحة ديال البريوش، ناجحة 100% أولا القرص. وغادي يرجع عندكم معتمد البنات، واللي دقو عندكم يبقى يسولكم على المقادير ديالو. في الحقيقة كيجي هشيش بزاف ورطب بحال القطن، ويمكن ليكم تحتفظوا به في الكونجيلاتور اولا المجمد. ومنين جبتيه البنات يرجع هشيش وبحال اللي عادي الا خدمتيه اولا طيبتيه في نفس الوقت كيجي رطب بحال اللي عاد صايبتيه. تفرجي معايا في الفيديو حتى لآخر الفيديو وتابعوا المقادير من الأول حتى للثاني إن شاء الله يا ربي. وكنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم البنات، ما تنساوش البارطاج. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق ديال الفرز من النوع الحلويات ديال الفرز، دقيق الفرز ديال الحلويات. عندي نص لتر ديال الحليب دافي. عندي البنات دافي، عندي الحليب دافي. وعندي ضروري مرشيشه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السجلان، 2 معالق ديال الخماره حبيبات، معلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه، معلقه الزبده، خماره الزا، بودره ديال الفاني. وعندي كاس ونص سنيده وكاس الا ربع ديال الزيت المائده، وجوج بيضات. غادي نديرو واحد البانيو اولا شي بول، غادي ناخدو 2 صفار البيض غادي ندهنو بيهم. غادي نديرو شويه ديال الخل وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نحتفظوا بديك صفار البيض على جنب، وغادي ناخدو 2 بيضات كاملين و2 بياض البيض. ضروري غادي نخلطوهم بالفوي. غادي نديرو ليهم كاس ونص نتاع سنيده ولا سكر حبيبات، شويه ديال الملح البنات لتصحيح الذوق ضروري منها. يعني البريوش ولا القرص كل واحد شنو كيبغي، النكهات كتختلف. غادي نخلطو بالفوي مزيان، وغادي نزيدو داك الكاس الا ربع ديال زيت المائده. وحنا مع التحريك المستمر غادي نديرو شويه ديال البودره ديال الفاني، واللي عندها لي زيست نتاع النافيل اولا ديال السيترون، كل واحد وشنو كيبغي، اي نكهه كتفضلوا ديروها. وخلطوا مزيان، واللي بغات دير الزهر دير الزهر في عوض روح ديال الفاني، ديروا الزهر اولا روح الزهر. وكنخليو الحليب ديالنا حتى كيدفى، وعاد كنخلطوه مزيان. غادي نحيد انا الفوي ونخدم بيدي، نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه، وحنا كنعجنو بحال العجينه ديال السفنج، خفيفه خفيفه بزاف. وحنا وانتي كتخدمي وانتي كتزيدي الدقيق وانتي كتخبطي في العجينه مزيان. يعني هذه هي الخدمه الناجحه ديال البريوش اولا القرص. راه كفايني البنات كيلو بالضبط ديال الدقيق، وزدت نص ديال الكاس ديال الحلوى.
ديالها، وكنكون مقطعه الشوكولا. هذه غير اقتراح من بعض الاخوات اللي بغات تخليهم هكاك سامبل تخلي. يعني انا درت الشوكولا في قلب منها، انتم كتشاهدوا كتجي البريوش كيجي خفيف، كتجي العجينه ديالو خفيف بزاف. وكان ندهنوه قبل ما كتطلع فيه الخميره، ونشعلوا الفران ديالنا ونبداو في الطياب. ما كياخدش وقت طويل مع الحراره، ما تخليوهاش يطلع فيه الخميره بزاف باش ما يوليش يتفش. هكذا كنا نساليو ان شاء الله باذن الله جميع بديتوا معايا الفيديو. ما تنساوش البنات، ما تنساونيش بلي لايك. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وزوين. صدقوني جربوه وردوا عليا في الكومونتيرات كي جاكم.